حبايبي ازيكم؟ يلا نعمل احلى صواني حلوه وحادق وممكن تدوها. صينيه الجلاش بالمهلبيه والقشطه وصينيه الكنافه، وهنعمل كمان الجلاش باللحمه المفرومه والمكرونه بالبشاميل. يلا نشوف عملناهم ازاي. هنا كان اللبن غلي وبسلق المكرونه. كده المكرونه اتسلقت. دلوقتي بعمل عصاج اللحمه. حطيت البصل مع الزبده، وبحب اصفر البصل شويه بتاع اللحمه المعصجه، بيدي طعم كرمله وطعم حلو قوي. نزلت بالفلفل وورق اللوري وسنه حبهان ومكعب مرقه، واللحمه كانت عندي لسه مجمده. بهدي عليها وكل شويه بقلبها لغايه لما بتفك معايا بالشكل ده. يلا دلوقتي نعمل بقى البشاميل. نزلت ب5 معالق كبار من الدقيق و5 معالق كبار من الزبده. هنقلبهم كويس مع بعض لغايه لما الدقيق يعمل زي رغاوي كده ويتحمر شويه، مش تحمير بس ان هو يستوي. بعد كده نزلت باللبن وهنقلبه لغايه لما نشوف السمك المظبوط اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزينه ولا خفيف ولا تقيل. هنا حطيت مكعب مرقه وملح وفلفل، واللحمه تقريبا كده استوت معانا. هنقلب البشاميل كويس. عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. وحتى لو ظهر فيه تكتلات ممكن بالهاند بلندر بتضربيه او بتعمليه في الخلاط، بيفك يبقى زي الفل. كده خلاص ده السمك اللي احنا عايزينه. هبطن ارضيه الصينيه بالبشاميل وهحط بشاميل على المكرونه كلها وببخرها فلفل ملح. هحط نص كميه المكرونه. بعد كده هنزل بالعصاج. كميه اللحمه كده كويسه جدا. هحط بقية كميه المكرونه وعلى الوش هحط البشاميل. كانت لما استوت لطيفه جدا. البشاميل مش تقيل معايا. دلوقتي معلقتين قشطه فكيتهم من معلقه لبن وبحطهم على الوش. كده تمام خلصنا. هدخلها الفرن ويلا نعمل صينيه الجلاش باللحمه المفرومه. بحطه بالشكل ده، وبين رقات الجلاش بحط دسم بسيط جدا، يعني ما يجيش معلقه صغيره من الزبده. حطيت نص الكميه وبعد كده حطيت العصاج. ودلوقتي بعمل بقيه كميه الجلاش، وحتى لو زي منه متقطعه مفيش مشكله، ما تقلقيش، كل ده مش هيبان اصلا. بحط المقطع في النص. دلوقتي بسكن الجناب عشان ما تبقاش لما يدخل الفرن تبقى يعني تتني لفوق. واخر وش ما بدهنش الزبده الا بعد ما اقطع عشان اعرف اقطعه مظبوط. كده خلاص انا قطعته وبحط الزبده على الوش. انا دلوقتي حطيته في الفرن لمجرد 5 دقايق بس على ما بجهز خليط التسقيه. حطيت بيضتين وكوبايه كبيره من اللبن. طلعت الصينيه وحطيت خليط التسقيه ودخلته الفرن تاني. يلا بقى دلوقتي نعمل المهلبيه اللي بالقشطه. حطيت كريمه حلويات مع اللبن، وحطيت معلقتين كبار من اللبن المجفف و3 معالق سكر، وفي نص كوبايه دوبت 4 معالق كبار من النشا. وكده خلاص ده كده المهلبيه اللي هستخدمها مع الكنافه ومع الجلاش. كنت حطيت سمنه على الكنافه، دلوقتي بحط سكر. دعكتهم كويس مع بعض. حطيت نص كميه الكنافه ودلوقتي بحط المهلبيه او الكريمه.
طعمها دسم وجميلة جدا. ما بحاولش اوصل للحروف خالص عشان بس ما تلزقش في الصينية ويبقى سهل ان انا اقلبها. هحط اخر طبق من الكنافة وهسويها كويس وادخلها الفرن. كده المكرونة كانت خلصت. هنعمل بقى الجلاش الحلو بنفس طريقة الجلاش اللي باللحمة المفرومة. هحط نص الكمية وفي النص هحط المهلبية اللي بقشطة. حطيت الكريمة او المهلبية. بعد كده هكمل بقية طبقات الجلاش وما بحطش دسم كتير خالص بين الرقات زي ما قلنا، تقريبا معلقة شاي. كده الجلاش باللحمة المفرومة خلص والمكرونة خلصت. بعد ما قطعت الجلاش الحلو بحط بقى على وشه سمنة وادخله الفرن. دلوقتي الكنافة طلعت، عايزة بس اقلبها عشان احمرها من الناحية التانية. انا بستناش لما بتحمر في الفرن كده بتبقى جميلة او بتبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية. خلاص كده خلصنا الجلاش اهو الحلو. هنسقيه بالشربات. الشربات انا حاطه كوبايتين من السكر على كوبايتين ونص من الميه ونص ليمونه وذره فانيليا. ودي المكرونه ودي الجلاش باللحمه المفرومه كنافه. لو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشيروا لاصحابكم. والف هنا. باي باي.